حملة أمنية موسعة واعتقال عشرات الشباب في عدد من محافظات الجمهورية، برغم إن الداخلية نفت. لكن أنا هقولك يا أزعة يا ابن الأحبة، يا جاسوس الكيان، يا أبو 4 رجلين وديل، أنا هقولك أنا نتيجة اللي أنت بتعمله دوت بقاله 12-13 سنة. طبعا أنت مخلي الأجهزة الأمنية يعني على طول أعصابهم مشدودة. طبعا دول مش روبوتات، مع اني بكرههم كره العمى، بس انا اقول لك انا اللي بيحصل لهم دلوقتي ده اسمه ايه؟ ده اسمه فرط افراز ادرينالين. فهم دلوقتي عندهم مشاكل كتير جدا، خليني اقولها لك كده علشان انت بس ايه، توديهم يتعالجوا بدل ما تنزلهم يعملوا حملات يعتقلوا بيها شباب، لان انت بتزيد الطين بله. الفرط في افراز الادرينالين في جسم الانسان، ولو خدنا على سبيل المثال او تعبير مجازي، اللي هو وصف التوتر بشكل مستمر وشدة الاعصاب بشكل مستمر، كأن الانسان دايس بنزين على الاخر. خلينا اقول لك دي بتعمل ايه رجالتك عشان تروح تعالجهم بدل ما تنزلهم يعتقلوا مواطنين تانيين، عشان ليلتكوا سودة انت وهم يا ابن زنا المحارم. مشكلات في القلب والأوعية الدموية، تسارع نبضات القلب باستمرار، ارتفاع ضغط الدم، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الجلطات والذبحات الصدرية، اضطرابات النوم، صعوبة النوم والأرق بسبب بقاء الجسم دايما في حالة تأهب، النوم غير المريح والمتقطع الذي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، القلق والتوتر المزمن، يصبح الإنسان أكثر عصبية وتوتر، ويؤدي هذا إلى سكتات قلبية ودماغية. إن شاء الله بإذن الله إلهي يا رب يبتليك أنت وهم بجميع ما سبق. الحقيقة أنت ما بتعالجش المشكلة، أنت بتزيد الطين بلة. وإن الشباب يوصلوا لك شابين بس يدخلوا يعلموا على قفا 2 من رجالتك المعرصين، معنى كده إن ده ممكن يتكرر تاني. مهما أنت حاولت ان انت تاخد احتياطاتك واجراءاتك الاحترازيه، وان انت تاخد الاتنين الظباط وتخفيهم قسريا، ده اخفى الاتنين الظباط كمان نفسهم يا جماعه قسريا، مش الشابين بس ومش حمله اعتقالات بس. نهايتك قربت، نهايتك يا جاسوس الكيان، يا ابن الحرام، يا سيسنياهو، يا صبي نتنياهو، يا ابن بائعة الهوى، قربت. نهايتك قربت، والمصريين هيحطوك على حمار بالمقلوب ويلبسوك قميص نوم ويمشوا بالطبلة يقولوا من ده بكرة في بقرشين في كل محافظات ومدن مصر، وخاصة اللي انت بعتهم. واللي اشترى منك قطعة أرض من أرض مصر متر واحد يطلع فوق ياخدك منه، لأن انت مكانك مش هنا معانا يا ابن الحرام، انت مكانك فوق.